كل محبين السينامون رولز أو السينابون، اليوم راح نعملها هيك بشكل عائلي. راح نعملها كيكة كاملة، طعمتها ما بدي أحكي عنها، جميلة جدا، خرافية الطعمة. يلا نبتدي بالوصفة. زبدة وسكر. لما تبتدي الزبدة تدوب راح ننزل عليها بيضة ورا بيضة، كمان بيضة، وآخر بيضة. فانيلا، كمية الطحين. طبعا الوصفة تحت أو المقادير تحت الفيديو، شوفوها بصندوق الوصف لو سمحتوا، احفظوا الوصفة منشان تعملوها. راح نحرك الطحين أو دقيق القمح مع المزيج اللي عنا وننزل بالحليب. وراح نخف المزيج بشوية مي أو كوب من المي، مثل ما اتفقنا كل المقادير مكتوبة تحت الوصفة. على بولة جديدة راح نحط زبدة مشان نعمل الحشوة الداخلية، وسكر، سكر أبيض أو سكر بني، ونحركهم كتير منيح. يفضل تكون الزبدة دايبة أو بحرارة الغرفة، لا تغلطوا خلطتي. والقرفة، معلقة من القرفة، معلقة طعام، ونحركها كتير منيح. طبعا لو الزبدة دايبة كان الموضوع أسهل شوي. راح نجيب قالب السيليكون أو أي قالب كيك عندكم براحتكم، نحط فيه شوية زيت وشوية طحين كرمال ما تلتصق الكيكة بقالب السيليكون أو بقالب الكيك اللي هو. راح نحط المزيج مثل ما انتم شايفين، بعدين أو نصف المزيج، حطينا نصف المزيج، ومن ثم الحشوة الداخلية أو حشوة القرفة، ومن ثم النصف الآخر بالضبط مثل ما أنتم شايفين بالفيديو. وعلى الفرن لمدة 50 دقيقة على حرارة 180. طلع معنا هذا الشكل الجميل. وأنا حبيت أحط عليها من الأعلى حليب مكثف محلى وكراميل. صراحة الاثنين مع بعضهم مع طعمة القرفة شيء أكتر من جميل. بتمنى تحفظوا الوصفة وتشاركوها مع الأصدقاء وتعملوا لنا فولو.